مشاهدينا بعد الفصل. بجيجل صنعت الحرفية حنين لمياء علواش وطنا في بيتها لا تغيب فيه ألوان العلمين الجزائري والفلسطيني. هي غرفة تجمع شتات الأهل بتحف فنية ترافع بلا لغة من أجل قضية اسمها فلسطين. صالح عامر. هي أنامل مبدعة تزاوج بكرياتها الساحرة بين وطنين وتداعب الألوان من أجل قضية القلب. وبهذه الغرفة يمتزج الدم الجزائري الفلسطيني ليروي قصة تجاوزت الحروف إلى لغة الفن. أبي ربنا على الجزائر. الجزائر مهما تكن جزائرنا هي بلدنا، هي قرة أعيننا، وكان دائما قضية الفلسطينية لم ينساها أبي. ففي طفولتي تربيت على الألوان، أخضر أحمر وأبيض، والأسود هو الحزن، حزن على فلسطين المستعمرة. الجزائر وفلسطين قلب واحد، قلب واحد، مهما تغيرت لهجتنا ومهما تبقى قلب واحد. ومن حسن حظي أنني تزوجت بفلسطيني يعني، والحمد لله. حنين لمياء علواش قصة قديمة اسمها فلسطين، ونبض يخفق برنة جرس مقدسي ونفس يعود بنا إلى زمن الإسراء. مع القضية الفلسطينية والقضية الجزائرية حبيت نديرها توأمة ونحطها في الأعمال تاعي، والحمد لله بديت مع التحف الفنية هذه بالكوكياج والرمل من البحر، يعني من كل شيء طبيعي هكا. لقد أصبح هذا الرواق منذ سنوات ألوانا تقرئ تاريخا وتعلم الأطفال كيف يصنعون علما جميلا وخريطة لوطن كان يسمى فلسطين وأصبح يدعى فلسطين. عندما يرون أمهم 24 ساعة وهي تلعب بالكريات وتعشقها وتعشق هذا الفن، بالطبع لقد ورثتهم هذا الفن. تحف صالت كل الوطن فأبهرت، وكأن حنين شعب يتنفس فلسطين. طفت بعملي غربا وشرقا في الجزائر، وهذا الشيء الرائع أنني وجدت إقبال كبير من الشعب ومن الجمهور الذي أحب عملي هذا. وما تبقى من الحلم؟ أين تريد أن تصل حنين بهذه الأعمال؟ أريد أن أصل إلى أن منتوج بلادي، لأن أنا جزائرية وأعتبر لهذا المنتوج منتوج بلادي، أن يكون في كل مكتب مسؤول، في كل مكتب مدير، في كل مكتب أستاذ، سبحان الله، لما يوضع حامل أقلام صنع في الصين، وهذا حامل أقلام صنعته ابنة مجاهد. هو الوطن حين يصبح قضية في قاموس الفن، فما أروع الأنامل التي تصنع العلم والخريطة بألوان يحبو إليها الطفل الرضيع. إيمانا وتضامنا